أحيل الكلمة إلى السيد النائب حبيب زقات فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، سادة الوزراء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن نحتفل بالذكرى الستين لثورة أول نوفمبر المجيدة، وحالنا على مستوى الحرية التي دفعنا من أجلها 1.5 مليون شهيد ليس أحسن من حالنا أيام الاستعمار، بعد أن أصبح الكلام على شؤون بلدنا من محظور حتى على من زكاهم الشعب من نواب من أجل أن يعبروا عن آمالهم وآلامهم. نحتفل بنوفمبر ونحن نرى ما يحدث في تونس ويحدث في بوركينا فاسو من دروس، والجزائر تتفرج ولا تريد استرجاع وعيها بأن العالم تغير من حولنا. كيف أناقش مشروع قانون التعاضديات وأوضاع بلادي أصبحت تستفزني وتؤلمني كما آلمت غيري من الأحرار يوم أول نوفمبر 54؟ كيف يحلو لي أن أناقش قانون التعاضديات وبلدي الجزائر لم تسلم من الرداء والتراجع وغرقت في العنف والكراهية والرشوة والجريمة؟ كيف يحلو لي أن أناقش القوانين وشعب الجزائر يتألم من ازدياد التعسف في استعمال السلطة وتفشي الرشوة والنهب وتبذير المال العام وساءت الأخلاق وارتفعت الجريمة في وقت غابة سلطة القانون والعدل والمساواة بين الجزائريين، وانتشر الخوف في كل أرجاء الوطن في غياب مؤسسات قوية ونزيهة وعادلة حتى أصبح المواطن لا يعرف من يحكم من. كيف أناقش قوانين التعاضدية وبلادي الجزائر طالتها فضائح الإجرام والإهمال والنهم دون رقيب وحسيب، وحتى المحكمة العليا طالتها هذه الآفة، هذه الهيئة القضائية العليا التي تعالج ملفات الفساد التي تتعلق بالإطارات السامية وكبار مسؤولي الدولة كالوزراء والولاة، فإذا كان حالها الفساد كيف ستؤدي مهمتها ويطمئن لها المواطن في المساعدة على محاربة هذه الآفة؟ لن أناقش قانون التعاضديات لأن تحايل السلطة وصل إلى درجة تخويف الشعب بتنظيم داعش وما قد يفعله بالأمة والدولة، ولكن داعشنا حبيب نعم. رجاء العودة إلى الموضوع. أنا داخل شكرا. داعشنا والمتمثل في المفسدين والمتعفنين والمطرشين هو الذي يقتلنا كل يوم بممارساته ويقتل الدولة والأمة والمجتمع ببطء ويحكم المؤسسات والمعنويات ويدخل الشك والخوف من التغيير في نفوس الناس رغم كل العجز والتخلف والتراجع الذي نعيشه في الحريات والقيم والأخلاق والتربية والتعليم والصحة وكل أنواع الخدمات رغم قدراتنا البشرية والمادية والطبيعية اللي تسمح لبلادنا بالإقلاع ببناء دولة جديدة لكل الجزائريين والجزائريات دون استثناء وليس لجماعة وفئة أو جهة من هذا الوطن. كيف أناقش قانون التعاضديات والجزائر تنتظرها تحديات أكبر من تحدي تعديل الدستور، لأن الدساتير السابقة تم تعديلها والدساتير اللاحقة سيتم تعديلها أيضا على مقاس الرؤساء. كل رئيس جزائري بالدستور والولايات المتحدة لم تغير دستورها منذ 1780 وسيتم تغيير القوانين والوزراء والولاة والسفراء دون تغيير الذهنيات والممارسات، لأن منظومة السلطة في الجزائر كانت ولا تزال دائما مبنية على الرداءة قبل الجدارة والاستحقاق. فتركيا بعد 10 سنوات من حكم أردوغان أصبحت في الترتيب 16 عالميا بدل الترتيب 111 اقتصاديا، وأنهى ديون تركيا بدون بترول، زرع 3 ملاير شجرة، صنع أول طائرة وأول دبابة وأول قمر صناعي عسكري، وخطط لتفريخ 300 ألف عالم للبحث العلمي في غضون 10 سنوات. كل هذه الإنجازات بدون بترول، وأين الجزائر من هذه التحديات؟ أما إنجازاتنا في الجزائر فهي 10 ملايين مصاب بالضغط الدموي، 6 ملايين مصاب بالداء السكري، الدينار الجزائري أضعف عملة على المستوى العالمي، جامعة الجزائر في ظل الترتيب، ارتفاع نسبة الأمية إلى 25% بعد 52 سنة من الاستقلال، كثرة الفضائح، سوناطرك 1 سوناطرك 2 الخليفة، المحكمة العليا، الجزائر في المرتبة 125 والنتيجة لا استثمار ولا صناعة ولا زراعة. ونخليكم موضوع وشكرا، وليكم موضوع هضروا اللي تحبوا. شكرا. شكرا سي حبيب. وعلينا أن نعلم بأن للجزائر رجالها وللجزائر إنجازاتها
وللجزائر كذلك تحدياتها.